الفيديو بتاع النهارده ده مهم جدا لو انت عندك طفل 5 سنوات فيما فوق وعايز تأسسه في الانجليش. مبدئيا كده، هي ايه اصلا خطوات التأسيس او ايه الحاجات اللي الطفل المفروض يكون عارفها عشان اقدر اقول ان الطفل ده متأسس في الانجليش؟ طيب، اول نقطة مهمة جدا ولازم الطفل يكون عارفها كويس، وهو انه يعرف يكتب الحروف بالطريقة الصحيحة. مش ان انا اخلي الطفل يكتب الحرف وخلاص، لا، لازم أنا اعلمه من اول مسكة القلم وازاي ان هو يعمل الدايركشنز او الحركات بتاعه الحرف، بحيث ان هو يكتب حرف بالطريقه الصح. وده طبعا مهم جدا، وخصوصا لو اتعمل من المراحل الاوليه هيساعد الطفل ان هو خطه هيبقى ممتاز جدا، وهيخليه يكتب بطريقه كويسه ومش هيعاني فيما بعد من مشكله الخط. طبعا ضروري ومهم جدا ان الطفل لما يجي يتعلم اي حرف انه يكون عارف 3 حاجات عن الحرف. اول حاجه ان هو يعرف يكتب الحرف بالطريقه الصحيحه، يكتبه صح. تاني حاجه ان هو يعرف يميز اسم الحرف، ودي ممكن مركز عليها قوي. تالت حاجه ان هو يعرف صوت الحرف، ودي اهم نقطه، ان هو يعرف يميز صوت الحرف، لان دي هي اللي هتحل له مشكله القراءه فيما بعد. يبقى انا عشان اخلي الطفل يتقن حرف معين لازم اول حاجه يعرف يكتب الحرف ده كابيتال وسمول ويعرف يميزه. تاني حاجه ان هو يعرف اسم الحرف the name of the letter. تالت واهم نقطه معانا وهو انه يعرف يميز صوت الحرف. بعد كده نبدا نفهم الطفل ان احنا عندنا 26 letters او 26 حرف، بنقسمهم ل consonants اللي هي الحروف الساكنه و vowels اللي هي الحروف المتحركه، ونبدا نعرفه ان احنا عندنا 5 vowels اللي هم A E I O U، وممكن نقولها له على طريق اغنيه او حاجه بحيث ان هي تعلق مع الطفل. تمام، هو الطفل دلوقتي عرف ان احنا عندنا حروف كونسونانت وحروف فاولز وعرف الفرق ما بينهم. بعد كده نبدا ندمج بقى، يعني نجيب اللي هو وليكن هناخد الشورت فاولز بالترتيب من اول شورت A. طبعا هو هيكون عارف ان A makes a sound of a. ابدا اجيب شورت A ده وادمجه مع باقي الكونسونانت، يعني مثلا ب ا ب ك د وهكذا لحد ما نخلص باقي الحروف الساكنه. طيب، احنا خلصنا مرحله دمج الصوتيه. هو دلوقتي بقى عارف يدمج حرفين مع بعض وينطقهم كويس. بعد كده هبدا اعرف الطفل على السي في سيز واخليه يبدا يقرا كلمه من 3 حروف اللي هم السي في سيز، اللي هي كونسونانت فاول كونسونانت، زي مثلا كلمه زي كات مات وهكذا. طيب، اسهلها على الطفل ازاي؟ ان انا ابدا اعرف الطفل على الورد فاميليز، زي مثلا الاي تي. ابدا اقول مثلا للطفل المقطع اللي هو مثلا اي تي، هنبدا ننطقه مع بعض اللي هو ات، وبعدين نبدا نحط كونسونانت في الاول ونغير الكونسونانت ده او الحرف الساكن ده، فبالتالي الطفل هيبدا يقرا كلمه من 3 حروف زي مثلا كات مات فات رات وهكذا. طبعا الكلام ده مش مع شورت A بس، لا، احنا شورت A وباقي شورت فاولز اللي هم الاي والاي والاو واليو بنفس الطريقه اللي عملناها مع الشورت A. بعد ما خلاص الطفل اتقن شورت فاولز وعرف اصواتهم كلها وميزهم وبقى يقرا كلمات من 3 حروف، هنبدا بعد كده ندي للطفل السايت ووردز اللي هي الكلمات الجانبيه، اللي هي هتساعد الطفل ان هو يبدا في سن صغير 5 أو 6 سنين او يمكن اقل على حسب مستوى الطفل، ان هو يبدا يقرا جمله بسيطه مكونه من سي في سيز اللي هي كلمات من 3 حروف. طيب، السايت ووردز دي زي ايه؟ السايت ووردز دي زي ذا ان اون ات هاز ماي. طيب، بعد ما الطفل خلاص عرف السايت وورد يبدا الطفل يقرا جمله بسيطه خالص، سمبل سنتنس، جمله بسيطه مكونه من سي في سيز، زي مثلا the cat is on the mat. طبعا بعد ما الطفل يكون اتقن المرحله دي كويس هنبدا نخش على اللونج فاولز، واللونج فاولز ان شاء الله هعملها لكم في فيديو تاني، ولو انت مهتم اكتب لي في الكومنتس، واشوفك الفيديو الجاي. Thanks for watching and see you next time. Goodbye.